السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة كده انا جبت كتاكيت، فحبيت اشارككم اليوم ده عشان اللي حابب يربي، واديكم برضو كام معلومة كده عشان الناس اللي لسه مش عارفة التربية وحابة تربي وكده، وكام نصيحة والحاجات اللي قابلتني ضرت الكتاكيت، والحاجات اللي نفعت الكتاكيت وكده. هنا بصوا، انا اول حاجة كده بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بارك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله. هنا زي ما انتوا شايفين تبارك الرحمن، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. هنا معايا كده 15 كتكوت. انا كل اللي عملته جبت كرتونة، كان عندي كرتونة كده حوالي متر في 40 سنتي. فجبتها، وعشان ما كان الراجل لسه جايب لي دلوقتي ان الكتاكيت، فحطيت السجادة دي. بس انا ما انصحكوش ان انتوا تحطوا سجاد انا دلوقتي عشان احنا لسه بدري بس، وكده كمان احنا الظهر عندنا يعني محدش بيكون فاتح من بتاع الخشب، الراجل اللي جنبنا اقصد يعني، انما في ناس بتفتح طبعا بدري. المهم هنا انا جبت البتاع ديت، السجاده دي، وفرشتها زي ما انتوا شايفين. وبس انا ما انصحكوش ان انتوا تفرشوا سجاد، اهم حاجه النشاره والجير المطفي. يعني بعد ما تحطوا النشاره كده حطوا فيها رشه جير مطفي، عشان الجير المطفي بيقتل البكتيريا اللي في البراز بتاع الكتاكيت. فما ديوت الغلطة اللي انا غلطتها، بس الحمد لله مش غلطة يعني يضرني، لا. انا ننزل دلوقتي اجيب نشار. المهم هنا معايا كتاكيت اهو زي ما انتوا شايفين. اول حاجة حطيت لهم بتاعهم العلف بتاعهم كده زي ما انتوا شايفين، بسم الله ما شاء الله. جبت الوادي المرحلة الاولى، وجبت هنا معايا لمبة 200، لمبة 200 بالليل، وبالنهار لمبة 100. يعني بالليل حط لها لمبة 200، يعني انا بالليل بحط لهم لمبة 200، وبالنهار لمبة 100. وده طبعا على حسب درجة الحرارة اللي في كل بلد، تمام. فاحنا عشان بالليل الحتة بتكون ساقعة بحط لهم لمبة 200. وزي ما قلت لكم بقول لكم بالليل انا بحط لمبه 200، وبالنهار لمبه 100. ليه؟ لان بالنهار عندنا بيبقى الجو دافي، وبالليل بيبقى الجو ساقع. وطبعا زي ما قلت لكم قبل كده، حسب كل بيت اهم حاجه درجه الحراره تكون دافيه للكتاكيت، لان الكتاكيت عمر يوم بيبقى لسه طالعه من البيضه، وطبعا طالعه من الحضانه بتاعه المعامل، بيكون درجه حراره يعني مناسبة لهم. فتمام، فعشان خاطر بس ما ياخدوش برد مننا، اهم حاجة الدفى اولا ثم اولا الدفى، وثانيا النظافة. فانا هنزل دلوقتي اجيب لهم نشارة وافرشها، وطبعا نحط لهم البادي بتاعهم. وهنا جبت المية بتاعتهم، انا جبت لها، الراجل اداني اللي هي ديت، اللي هو مقوي المناعة، معلش مش عارفة مش باينة ولا ايه، اهيت العلاج ده، مديني العلاج دوت مقوي المناعة، جميل جدا جدا لهم. وده عشان يقوي مناعتهم، يخلوهم يقاوموا البرد ويقاوموا الامراض ولا اي حاجه ان شاء الله، ربنا يبارك لكم فيها. اهم حاجه زي ما قلت لكم يا بنات النظافه، تنضفوا لهم كل يوم، لو طولتوا تنضفوا لهم مره الصبح ومره بالليل، تمام. هما لسه جايين ليا همت، حتى عايزين يناموا ومسحوا كده فوق. وهنا كنت حطيت لهم لمبه وفرشت لهم فرشه، ده اول ما يجوا على طول دفع على طول، حتى لو مفيش اكل مفيش ميه مفيش فرشه، دفع حطهم في كرتونه ودفيهم وغطيهم لحد ما تجهز لهم حاجتهم. وطبعا ما انصحكوش بكده، اولا اول حاجه تجهزوا حاجتهم وبعدين تجيبوهم، تمام. بس انا الراجل عشان جالي على غفله بقى نسيت اجيب النشاره خالص. و... واهم حاجه زي ما انتوا شايفين كده تخلوهم بقى اللي هو تفرفشوهم كل شويه، تدخلوا تخبطوا لهم عشان هما لسه طالعين من يعني الكتكوت طالع من البيضه، وكمان بيبقى لسه كأنه لسه نايم في بطن مامته كده، اللي هو في بطن البيضة كده، تمام. معلش انا متلخبطه بقى لان ولادي يعني واقفين عايزين يمسكوهم، بس انا خايفه عليهم. وشايفين ما شاء الله الكتكوت الحلو، هو بيقول لي هو عمر يوم بس، ما شاء الله ما شاء الله. شايفين مريش اهوت. وكمان عشان تعرفوا الكتكوت الذكر من
النتايه. تمام. بصوا هقول لكم على حاجه، ما شاء الله تبارك الرحمن، ده كده مش عارفه انتوا شايفين ولا لا، اللي جناحه طويل من قدام ده اهوت، ده ذكر، اللي هو جناحه تمسكوا جناحه كده وتفردوه وطويل من قدام، ده ذكر. تمام. انما النتايه بتلاقيها مريشه كده مع نفسها، شايفين الريش من ورا ومن قدام اهي. مش عارفه امسكه، عمال يشكل معايا الراجل، الوليه دي قصدي. زي ما انتوا شايفين كده، شايفين ما شاء الله الريش بتاعها من ورا ومن قدام مليان. انما زي ما قلت لكم الكتكوت الذكر بيبقى الريش بتاعه من قدام بس هو الاطول. تمام. وهو طوال تبارك الرحمن. ودي كانت طريقتي في تحضير الكتاكيت. وكمان يا بنات بجيب حاجه اغطيهم، ما بسيبهمش كده لا طبعا ياخدوا برد. انا بجيب حاجه، اهم حاجه بس نظبط الحراره بتاعتهم ونظبط الدنيا بتاعتهم كده، وبعدين بتجيبي حاجه تغطيهم. انا عندي الكرتونه ديت بطول الكرتونه الجديده، فانا بعملها كده واسيب، يعني شايفين كف ايديا كده يطلع لهم، يطلع البخار اللي جوه والنفس بتاعهم، ويدخل لهم اكسجين وهواء نظيف عشان يتنفسوا طبعا ما يتخنقوش. مش تغطوهم كده تكمروهم، لا يموتوا. يعني شوف شايفين المسافة حبة كده بس. ودوت النظام بنمشي عليه لمدة أسبوع لحد بإذن الله وحده أما الكتكوت يفور كده ننقله في مكان واسع، خزانة، أوضة، عشة، اللي متوفر عندكم. بس أهم حاجة برضو الحرارة، درجة الحرارة تكون مظبوطة، لا عالية قوي ولا هي ضعيفة. تمام. واشوفكم في فيديو جديد باذن الله. اتمنى يكون الفيديو ده فادكم، واتمنى ترفعوا من معنوياتي كده وتدعموني وتعملوا لي لايك واشتراك وكومنت، عشان اتشجع وانزل لكم فيديوهات مفيده وحاجات مفيده لكم باذن الله، وصفات واي حاجه مفيده باذن الله تفيد اي حد، سواء بنت بتتعلم طبخ جديد، بنت لسه متجوزة وعايزة تتعلم ازاي تربي فراخ، ازاي تعمل حاجة باذن الله اللي بقدر عليه بعمله. وبنزل لكم فيديوهات جديدة. اهم حاجة ما تنسيش بقى تدعموني وتعملوا لي لايك واشتراك وكومنت وتفرحوا قلبي كده. الله يكرمكم يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.